عارف ان اول اعلانات بانر ظهرت على الانترنت كان سنة 1994؟ شركة اي تي حطت اعلان بسيط، ومفاجأة ان 44% من اللي شافوه داسوا عليه. وقتها كانت الانترنت نقي فعلا. لكن النهاردة احنا غرقانين في بحر الاعلانات اللي بتسحب باقتك وبتبطئ موبايلك. وعشان كده النهاردة جايب لك الخلاصة في تطبيق اسمه بيور براوزر اد بلوكر. في الفيديو ده هقولك ليه المتصفح ده حجمه مبيعديش ال5 ميجا بس عامل قلق، وهكشف لك ازاي بيوفر نص باقة النت بتاعتك بضغطة واحدة. ميزة تحميل الفيديو السحرية اللي مش موجودة في جوجل كروم، خاصية الوضع الليلي، الحقيقة اللي بتريح عينك بجد. ازاي تتخلص من اعلانات المواقع المستفزة للأبد. رقم 4، السر في سرعته الرهيبة حتى على الموبايلات الضعيفة. رقم 5، في نهاية الفيديو هقولك على ايه أهم 5 عيوب مستخبية لازم تعرفها، و5 نصائح ذهبية قبل ما تثبت التطبيق. ايه هو بيور براوزر ده بالضبط؟ بص يا سيدي، هو مش مجرد متصفح، ده مقص الاعلانات الويب. فكرته الاساسيه انه متصفح لايت خفيف جدا. وظيفته الحقيقيه انه بيديك تجربه تصفح سريعه جدا من غير تراكرز او اعلانات منبثقه. الناس بتحتاجه لان المتصفحات الكبيره زي كروم بقت تقيله وبتاكل الرامات، لكن ده بيحل ازمه التهنيج وضعف الامكانيات. طيب هو لمين بالظبط؟ ده مثالي لاي حد معاه موبايل وراماته 2 جيجا 3 جيجا، او حتى باقة النت عنده بتخلص بسرعة ومحتاج يوفر. كمان مميز للمحترفين اللي بيحبوا يتفرجوا على فيديوهات من مواقع الويب وعايزين يحملوها بسرعة. لكن لو انت معتمد كليا على مزامنة كلمات السر وكريدت كارد من جوجل كروم، فده مش هيكون خيارك الاول. استخدامه ازاي بقى من الالف للياء؟ اول ما تحمله مش محتاج تعمل حساب ولا وجع دماغ. الخصوصية هنا رقم 1. اول حاجة ادخل على الاعدادات سيتنج، فعل اد بلوكر، اتأكد انه في القائمة القوية. تاني حاجة، فعل كلير داتا اون اكزايت، يعني اول ما تخرج يمسح تاريخك، اول ما تقفل يمسح كل الكوكيز اللي عملها اثناء السيرش بتاعك. الاداة الاهم بقى، هتلاقي ايقونة تحت، سهم لتحت، بتظهر لك لما تفتح اي فيديو. ودي ميزة التحميل المباشر، تقدر تحمل اي فيديو عن طريق المتصفح ده. الميزات الحقيقية بعيد عن التسويق بقى، في ميزة اسمها فيديو سنيفر، ودي ميزة عبقرية بتلقط روابط الفيديو من اي صفحة عشان تحملها. تقدر تتفرج وتصفح الكلام بدون صور لو باقتك قربت تخلص. وتقدر كمان تاخد سكرين شوت للموقع كله، مش للصفحة او اللي ظاهر بس من الشاشة، للصفحة كلها من اولها لاخرها عن طريق التطبيق، وتقراها زي ما انت عايز. العيوب بقى والنقاط السلبية، بكل صراحة الواجهة قديمة شوية، وما تحسش انها شيك زي المتصفحات الحديثة، وده مش عيب بالنسبة لواحد عايز قيمة يعني. المزامنة، مفيش مزامنة مع اللابتوب، شغلك كله على الموبايل. الترجمة، ميزة الترجمة في الصفحات مش بقوة جوجل. تريكات وحركات من الاخر بقى، لو انت عايز تفتح موقع ومحدش يعرف انت دخلت على ايه، استخدم ميزة انكو انتو انكود انتو مود من القائمة الجانبية، يعني التصفح المخفي. دي فعليا ما بتسجلش كوكيز لو فعلتها. ادخل على ادس اون وجرب كيو ار كود سكانر المدمج، هيغنيك عن تحميل تطبيق مخصوص للكيو ار كود. تحذيرات وفخاخ قبل ما تستخدم، خد بالك التطبيق نفسه فيه اعلانات بسيطة في الصفحة الرئيسية، وده بيتناقض مع ان التطبيق نفسه بيلغي الاعلانات، يعني تناقض مضحك يعني، لكنها مش مزعجة قوي زي اللي في المواقع. كمان بلاش تعتمد عليه في المعاملات البنكية التقيلة، خليك للتصفح والتحميل اليومي بس. مقارنة سريعة مع تطبيق بريفا، بيور أخف بمراحل ومساحته أصغر. لو قارناه مع يوسي براوزر، بيور برضو أنضف بكتير ومعندوش إشعارات سبام مزعجة. كلمة السر في التعليقات، أكتر تعليق واخد لايكات على المتجر بيقول أفضل متصفح لتحميل الفيديوهات ومنع الإعلانات المزعجة، خفيف جدا على الجهاز. الختام بقى، أهم 5 عيوب: واجهته مستخدم كلاسيكية مش هتفرق معاك، مفيش مزامنة سحابية برضو مش هتفرق قوي معاك، الاعلانات في الصفحة الرئيسية للتطبيق اقل كتير من اي اعلانات هتلاقيها في اي متصفح تاني، دعم المواقع المعقدة احيانا بيبقى بطيء، دي بقى ممكن تفرق معاك. البحث الصوتي مش دايما دقيق، برضو دي تفرق معاك. اهم 5 نصايح قبل الاستخدام: خلي المتصفح السنوي للتحميل والتوفير مش الاساسي للمزامنة. فعل منع الاعلانات فورا من الاعدادات. استخدم ميزة النايت مود لو بتقرا مقالات طويلة. امسح الكاش كل فترة من جوه التطبيق عشان يحافظ على سرعته وخفته. جرب ميزة سيف بيج از بي دي اف لو عايز تقرا حاجة اوف لاين.
التقييم النهائي: التطبيق يستحق المساحة اللي هي أصلا مش موجودة في الموبايلات الضعيفة، ويستحق وقتك لو بتكره الإعلانات والتحميل السريع. لو ما كنتش تعرف التطبيق وعندك أي معلومة عنه إيجابية أو سلبية، اكتبها لي في كومنتات وأنا أثبت تعليقك تحت الفيديو. سلام.